ماشي الحال؟ زي الفل. أصدقائي وصديقاتي على الفيسبوك، زي ما عودتكم دايما كل جديد. والنهاردة الظروف خدتني على مدينة سومبرلاند مع الفنان الكبير محمد صبحي، وقابلت الفنانة الجميلة الكبيرة عايدة عبد العزيز، ولقيتها متضايقة من ال 12 في الجرايد وكده بخصوص المشكلة اللي دايرة ما بين نجمتنا معالي زايد. فبما ان احنا في ايام مفترجة، فعايزين نعرف ايه اللي مضايقك يعني، وايه اللي حصل بالظبط. لا، انا ما فيش حاجه مضايقاني. انا مضايقني بس النشر اللي في الجرايد اللي ملوش لازمه على حاجه انا ما عنديش فكره عنها. لان انا بلغت فعلا انه من العمال اللي عندي انه الاستاذه معالي زايد جايبه لهم البوليس وعايزه تجرجرهم على البوليس، وده تاني مره على فكره. متهماهم بان في بيننا وبينهم ان هم حاطين عليها ميه، مع ان بيني وبينها 100 متر. وبعدين بيني وبين اول شجره عندي محطوطه 5 متر، واحنا في صحراء، يعني مش ممكن اي نقطه ميه توصل ليها في الناحيه التانيه. فهي بتتهمهم ان هم بيسيبوا ميه من عندي قد بتوصل عندها، وبتجيب للبهايم التهاب رئوي. انا ما عنديش مصدر ميه في المكان ده اطلاقا، ابدا ابدا. يعني اقرب نقطه ميه، لان الشجر بيتزرع بالنقطه بالتنقيط. احنا هنا في الصحراء، يعني نقطه الميه، اول نقطه ميه بيني وبينها 5 متر، وبعدين السور بيني وبين اول سكن 100 متر. يعني اطلاقا ما عنديش مصدر ميه ممكن ت... ت... تأثر عليها يعني. تأثر عليها. وانا لما بلغوني ان هم جايبه لهم البوليس وانا كنت في البيت، قلت لهم الدنيا ليل، انا مش هقدر اجي لكم. فجيت الصبح اول حاجه قلت له تعالى يا خالد اللي هو متهم، قلت له تعالى وريني في ايه. شفت ما لقيتش حاجه خالص، استغربت. قلت لا، هي عايزه الولاد دول تهينهم، وانا مش هقبل ان العمال اللي عندي يتهانوا. فانا لازم اقف جنبهم، لان دول مالهم، دول بيشتغلوا عمال. اذا كان في حاجه بعت لها عن طريق ناس، قلت اذا كان عندها اي خساره اي حاجه انا مستعده ادفعها لها، بس تثبت ان فعلا المصدر الميه ده من عندي. طبعا هي جابت البوليس، واعتقد انه البوليس ما لقاش مصدر ميه عندي خالص. يعني عندها، لقى الميه عندها كتير، بس قالوا مش شايفين حاجه، ومش شايفين مصدر الميه منين. فانا حتى لما قالوا لي قلت يمكن تطلع لها بحيره في الصحراء ولا حاجه، تنتبه حاجه، ولا بير بترول ولا حاجه. يعني مش حاجه وحشه، لازم تجيب ناس يكشفوا يشوفوا الميه دي مصدرها فين. هل مصدرها نبع في الارض؟ يمكن نافوره جميله تطلع لها في وسط الصحراء ولا حاجه، يا بختيها. بدل ما ندق بير نكلفه حوالي 200,000 جنيه، يبقى طلعت لها ربنا اداها ميه. المهم طبعا رحنا للبوليس، يعني ما اتخليتش عن الاولاد اللي عندي، وجبت لهم محامي ورحت معاهم وحضرت التحقيقات. هم طبعا لغايه دلوقتي هي رافعه قضيه وطالبه، بس انا كمان طالبه معاينه من عندي اذا كان هناك مصدر للميه فعلا يضرها. وانا مستعديه، مش يعني ما كانش لازم ابدا انها تعمل بوليس وتعمل نيابه وتعمل حاجه، واحنا ما فيش بينا الا سور واحد واحنا زملاء. كان لازم ان هي ترجع ليا الاول وتكلمني. ومش صحيح زي ما اتنشر ان هي باستمرار هي بتكلمني بالغلط، وانا بقول لها اعمل لك اللازم. اقسم لك يا استاذ ان ده ما حصلش ابدا. يعني عمرها ما اشتكت من حاجه، بس هي تبعت للبوليس ياخدوا الولاد، عايزه تخليهم يناموا في البوليس يومين 3 عشان المعاينات وعشان ترعبهم، فعايشين في رعب عشان ما ياخدوش بالهم من جنينتي. انا مش عارفه ايه الحكايه، ده كل الموضوع. الحقيقه انا معايا ده يعني برضو عشان انا برضو الظروف جابتني وشفت فعلا المسافه ما بين الجدار بتاع حضرتك وبتاع مدام معالي. أيوة. ومشيت فعلا انا وزميلي الدكتور جلال عبعال، وفعلا ما لقيناش اي حاجه، لدرجه ان انا كان نفسي اروح عند مدام معالي هناك يعني حتى نشوف ايه المشكله. لان في النهايه انتوا نجمتين احنا بنعتز بيهم وبنسعد وبنفخر بيهم، فلما يحصل حاجه كده على مستوى الصحافه والاعلام قد ما تضركم بتضرنا احنا يعني. فاحنا النهارده دلوقتي داخلين على ايام مفترجه، ومن خلال الفيسبوك يعني
عايزين الصلح خير والمياه ترجع يا لمجاريها. استاذ ما فيش خناق عشان نصطلح، احنا ما فيش حاجه، دي زميله، ما فيش اي حاجه. يعني انا ما عملتش اي غلط، وما اعتقدش ان العمال اللي عندي عملوا لها غلط. اذا كانوا عملوا غلط انا اللي اخذهم، مش البوليس اللي هياخذهم، مش كده ولا ايه؟ ده يعني هي طبعا اتهمتهم بالسرقه وده مش صح، لان الكلام ده من 5 سنين ما كانش فيه لا سرقه ولا بتاع. لما تتهمهم بالسرقه ده ما ده دي كمان خطوه جامده قوي، خطوه فظيعه، لان معناها ان هم معرضين باستمرار للرعب. يعني بتخليهم يهربوا من عندي، عايزه تمشي العمال وتسيبني انا لوحدي اشوف الارض، انا اقعد ارويها زي ما هي قاعده تسقي البهايم هنا، عايزاني انا اقعد اسقي الزرع. انا عندي عيله وعندي جوزي وولادي مش فاضيه بيجولي، فهم الولاد دول اللي واخدين بالهم من المزرعه، فهي عايزه تطفشهم مني. انا بقول كده. طب كلمة أخيرة كده واحنا داخلين على عيد الأضحى المبارك نقولها للفنانة معالي زايد وابتسامتك الجميلة دي. لا انا بقول لها كل سنه وانت طيبه يا معالي، وان شاء الله بعد العيد ان شاء الله تاكلي لحمه من المواشي اللي عندك، تذبحي خروف ولا حاجه، وتبعتي لنا برضه حته، وتبعتي لخالد وتبعتي لعبد الله، والمسامح كريم ومش عايزين دوشه. طب نقولي بقى للأستاذ صبحي وانت بتعملي بقول له يا صبحي يا حبيبي ربنا يديك الصحة ويخليك يا رب لينا، انت فنان جميل وانا بحبك وبحترمك جدا، لانك انت فعلا اول، يعني لسه ما شفتش واحد قد ايه مرتبط بالفن وبالفنانين والنظام اللي عندك وال وال والإدارة اللي ماشي بيها الاستوديو. ربنا يديك الصحة، عشان انا بعتقد بقول this is too much for you، ده كتير عليك قوي، لكن انت قدها وقدود. كل سنة وانت طيب الكل. وانت طيب، كل سنه وانتم طيبين، بس احكموا بالعدل.